بين تنوع الإصدارات وتعدد العناوين التي تزخر بها أجنحة صالون الجزائر الدولي للكتاب، يبرز الكتاب الاقتصادي كأحد أبرز ملامح هذا الحدث الثقافي الكبير. فوسط روايات الأدب وكتب التاريخ والفكر يجد الزائر عناوين تتناول الاقتصاد الكلي والجزئي وتلبي احتياجاته في فهم التحولات الاقتصادية على الصعيد المحلي والعالمي. الحاجة اللي خلتني أني نبحث في هذا الموضوع شو نتابع نفس تخصصي، يعني أن نزيد نتوسع في هذا التخصص ونزيد نلم بمواضيع أكثر من الجانب الاقتصادي. الحاجة اللي راح نحوس عليها هي أنه التمويل الإسلامي كيفاش يساهم في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما نعرفوا احنا بلي هذا القطاع اللي هو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعني في الآونة الأخيرة مد قيمة مضافة بزاف في الاقتصاديات، سواء اقتصاديات متطورة كاقتصاد الأمريكي ولا الاقتصاد الصيني ولا حتى الاقتصاد يعني اقتصاديات الاتحاد الأوروبي. يعني الحاجة يعني في الجزائر شغلنا نتجهوا باش نمولوا هذا البي ام او كما احنا نقول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي ما لها أثر كبير ومنفعة كبيرة على الاقتصاد سواء المحلي ولا حتى العالمي. الحضور المتنامي للكتاب الاقتصادي في الصالون لا يعكس فقط توجها جديدا لدى القراء، بل يجسد أيضا رغبة دور النشر والمؤلفين في جعل الاقتصاد مادة ثرية تملأ رفوف الصالون وتلبي احتياجاتهم المعرفية في المجال. ديوان المطبعات الجامعية يهتم بالكتب الاقتصادية، المجال الاقتصادي، حيث تكمن أهمية الكتاب الاقتصادي عندنا في توفير المعرفة التحليلية لواقع الاقتصاد الجزائري ودعم عملية التغيير نحو توزيع مصادر الدخل خارج المحروقات وتعزيز الوعي العام بقضايا التنمية الاقتصادية وضرورة الإصلاحات، بالإضافة إلى تسهيل فهم وتحليل السياسات الاقتصادية من قبل الجمهور، الطلاب، الأساتذة والباحثين المختصين. الحضور القوي للكتاب الاقتصادي في الصالون يعكس الحركية الاقتصادية في البلاد والوعي المتزايد بأهمية الثقافة الاقتصادية، والتي تساهم بدورها في بناء مجتمع أكثر إدراكا للتحديات وفرص المستقبل التي يوفرها هذا المجال الواعد.